النهارده في الفيديو حابب اتكلم عن حاجه مهمه جدا في شكل الجسم، وهي عضله الكتف، وخصوصا الكتف الجانبي والامامي، لان قوه وشكل الكتف بيفرق جدا في تناسق الجسم. لو بتتمرن بقالك فتره وحسيت ان الكتف عندك ضعيف او ان عضله الكتف الجانبيه مش ظاهره بالشكل اللي انت عايزه، ما تستعجلش النتيجه. بناء العضله محتاج تمرين صح، اداء مظبوط، ونظام مستمر تقدر تلتزم بيه اسبوع ورا اسبوع. في الفيديو ده هنقدم مجموعات من التمرينات اللي بتساعدك على تشغيل عضلات الكتف، وهنركز بشكل خاص على الكتف الجانبي والامامي. المهم هنا مش انك تشيل وزن تقيل وخلاص، لكن الاهم انك تأدي الحركه بشكل صحيح وتحس ان العضله المستهدفه هي اللي بتشتغل. في تمرين الكتف الجانبي حاول تتحكم في الحركه، ما تعتمدش على سرعه الجسم او رفع الاوزان الثقيله. ارفع الوزن بطريقه هاديه ومسيطر عليها، وخلي تركيزك على عضله الكتف الجانبيه. الوزن المناسب هو الوزن اللي تقدر تتحكم فيه وتحافظ معه على الاداء الصحيح. اما الكتف الامامي فبرضه محتاج اهتمام، لكن من غير مبالغه، لان الكتف الامامي بيشارك اصلا في تمرين الضغط كتير، زي تمرين الصدر والكتف وكذا تمرين. عشان كده لازم يكون عندك نظام تمرين متوازن، بحيث كل جزء من عضله الكتف ياخد حقه من التدريب من غير ما تهمل اي اجزاء من الجسم. ولو عندك كتف ضعيف مقارنة بباقي جسمك، ما تحاولش تعالجه فيه يوم واحد أو بتمرين عشوائي. اديله وقت واشتغل عليه ضمان برنامج أسبوعي منظم الاستمرارية، أهم من إنك تتمرن يوم جامد جدا وبعدها تقف أيام طويلة. ومع الوقت هتبدأ تلاحظ فرق في شكل الكتف الجانبي لما يقوى ويتطور بشكل مناسب، بيدي الجسم عرض وشكل أكتر تناسق، وبيخلي الانتقال بين الكتف والذراع والجزء العلوي من الجسم بشكل افضل. لكن خلي بالك، النتيجة ما بتجيش من تمرين واحد ولا من اسبوع واحد، النتيجة بتيجي مع تكرار التمرين بشكل صحيح والتدريج والراحة والاكل المناسب والصبر. فلو انت شايف ان عضلة كتفك ضعيفة، ما تقولش انا مش قادر. ابدأ بوزن مناسب، اتعلم الحركة صح واشتغل باستمرار. كل اسبوع حاول تطور من نفسك خطوة صغيرة في التحكم في الحركة أو عدد التكرار أو الوزن بشكل تدريجي. وما تنساش إن الهدف مش مجرد عضلات كبيرة، لكن الهدف الحقيقي هو جسم قوي ومتناسق، وكل عضلة تكمل التانية. استمر وما تستعجلش، لأن الجسم اللي أنت عايز توصله مش بيتبني في يوم وليلة. ومع الالتزام والعزيمة هتبدأ تشوف التغيير بنفسك، وهتلاقي إن الكتف اللي كان ضعيف بيجي يقوى، والعضلة الجانبية بدأت تظهر، وشكل جسمك كله بيجي اكتر تناسق. وفي نهاية الفيديو اهم حاجة التمرين الصح زائد الاستمرار زائد الصبر يساوي نتيجة افضل. يلا نبدأ التمرينات ونشوف مع بعض ازاي نشتغل على الكتف الجانبي والامامي بطريقة افضل، ونبني جسم قوي ومتناسق خطوة بخطوة.